اهلا وسهلا بحضراتكم جميعا في قناتي. انا النهارده هتكلم عن موضوع شغل بالي جدا، بقاله فتره كبيره جدا. كنت عايز اتكلم فيه. وهو ان ناس كتير دلوقتي بتشوف عمليه التعلم كانها ضعف او فشل. آه، وان في ناس كتير ما بتعتبرش عمليه التعلم دي حاجه اساسيه في الحياه. آه، لاحظت الفترة اللي فاتت حاجة غريبة جدا حواليا في المجتمع اللي أنا عايش فيه، وفي غالبية المجتمعات حوالين العالم، إن الناس ما عادش عندها استعداد إن هي تقعد تتعلم لغة جديدة. ما عادش عندها استعداد تقعد تشوف فيديو مدته 20 دقيقة ممكن يكون سبب في تغيير حياتها، أو تحسين فكرها، أو إن هو حتى على الأقل يجعلهم مثقفين في مجال ما. شفت ان ناس كتير مش مستعدة تقرا كتاب، مش حتى تقرا مقال يعني، ولا حتى مقال. آه، المشكلة ان لو حد شافك بتتعلم لغة جديدة، او بتقرأ كتاب، او بتقرأ مقال، او بتتكلم في مجال ما يعني، او بتتكلم عن الثقافة العامة، هيبقى كأنك شخص غريب عن المجتمع، او ممكن يعتبروك حتى كشخص متخلف، او اسوأ من كده ان هم يعتبروك ان انت فاشل وبتقول اي كلام وخلاص، لمجرد ان هم ما عندهمش وعي عن الحاجة اللي انت بتتكلم فيها. حتى لو حاولت توعيهم، الموضوع ما عادش بيجيب نتيجة يعني. وفي رأيي ان ده بسبب اسباب كتيرة يعني، هذكر منها عدة اسباب. لكن عشان الحاجة دي تتعالج لازم يتعرف أسبابها، ويكون في وعي لأسباب الكلام اللي أنا بتكلم عليه، إن الناس ما عادتش بتحب عملية التعلم، أو ما بتحبش التعلم. أول حاجة بتأثر في المجتمع هي ثقافة المحتوى السريع، زي الريلز اللي موجودة على التيك توك أو الانستجرام. آم، بيوريك إن كل حاجة مش ممتعة لو تخطت ال 30 ثانية. يعني مثلا انت بتشوف في ال 30 ثانية اللي في الريل، او وتفر قد ايه يعني، ان ده فلان الفلاني ده دخل وكسب السباق واتمرن وعمل كل ده، وانت 24 ساعة بتتغذى بثقافة المحتوى السريع. بتشوف ريل عن شخص بيتكلم لغة ما انت ما تعرفهاش، كأنه عمل الحاجة دي في تيب اوف فينجر يعني، بسرعة رهيبة. مع العلم ان ممكن يكون عشان هو يسجل الريل اللي انت شايفه 30 ثانية اللي هو بيجري فيهم بتكنيك مثلا كويس، او بيعمل فيهم مهارة معينة، او بيرسم فيهم رسمة معينة، او بيتكلم فيهم لغة معينة. قد يكون الموضوع استغرق منه شهور بل سنوات عشان يوصل للمستوى الاحترافي اللي هو فيه ده. فالعقل ما بيفهمش ده. العقل بقى بيترجم المحتوى السريع، وبيترجم ان انت مش محتاج تتعلم، انت منبهر، بس انت هو انا هقدر اوصل بالسرعة دي للحاجة دي؟ م... وده يرجعنا لان مفيش حاجة بتتعمل بسرعة، يعني كل حاجة بتاخد وقتها. عاملة زي الطبخة بالظبط، عاملة زي الكيكة اللي بتتحط في الفرن. لو ما خدتش السوا مظبوط هتتحرق. لو خدت سوا زيادة هتتحرق، ولو خدت سوا اقل هتطلع طعمها سيء، او المكونات مش ناضجة يعني في بعضها. آه، التعلم كمان في مشكلة تانية، ان التعلم هنا بقى مربوط في دماغ ناس كتير، وانا كنت واحد منهم في فترة ما يعني في حياتي. كان مربوط بالمذاكرة الإجبارية، اللي هي أنت كنت غالبا بتكرهها في المدرسة، أو بتكره مجموعة مواد دراسية معينة
في المدرسة انت بتذاكر عشان تمتحن، عشان تجيب مجموع، عشان بعد كده الثانوية العامة وتمتحن وتجيب مجموع وتدخل الجامعة، ويبقى نفس الفكرة. وانا مش بقول بكلامي ده ان كل الناس بقت كده او كل الناس ده بقى فكرها، لكن انا بقول ان بقى في ضغط اجتماعي كبير على اللي بيحاول يطور نفسه، او اللي بيحاول يتعلم حاجة جديدة، او اللي بيقول معلومة مفيدة، او الشخص المثقف. وده خطر، لان لو حد صغير او سنه صغير اتأثر بالكلام ده، هيقرر ان هو عادي يبطل ان هو يتعلم. مش بتكلم يبطل ان هو يتعلم يعني يخرج من المدرسة، لكن هتكلم ان هو لو كان مثلا حابب يتعلم لغة معينة او حابب يتعلم شيء معين، هيبطل يتعلمه ويمشي ورا القطيع او ورا التيار، مع التيار الحالي. وبعد كده ده هيأثر عليه لما يكبر، هيقول انا ليه ما بدأتش في الحاجة دي، او ما بدأتش اتعلم الحاجة دي. وده هيكون مشكلة كبيرة جدا. فلو انت من الناس اللي بتتعلم وبتطور نفسها، آه، ده هيفيدك كتير جدا في حياتك. آه، حتى لو ما كانتش استفادة مادية، آه، لكن ده على الأقل هيحقق لك على أهدافك اللي انت بتسعى. والتعلم رحلة ما بتنتهيش. وطاب يومكم.